السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رشا النشاوي للطرات والجاتوهات واللي اونلاين. لو انتوا بتشوفيني لاول مره، ما تنسوش تعملوا لايك وشير على زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلك كل جديد اول باول. زي ما انتوا شايفين معانا النهارده فيديو جديد وحصري ولاول مره على قناتي، وهي كيكه صفيحه السمنه المربعه بالدقيق البيتي او بالسبونج البيتي او بالطحين البيتي زي ما اتطلب مني. طبعا الفيديو ده عملته بناء عن طلباتكم. نزلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات طريقه عمل الكيك بس، ونزلت لكم برضو فيديو عن طريقه التزيين وطلعت منها ايه. برضو سبق قبل كده ونزلت لكم كيكه صفيحه السمنه المربعه بالسبونج الجاهز. طلعت منها 10 طبقات، عملت منها مره 3 تورت ومره منها كمان تورتتين ودستة جاتوه. النهارده ان شاء الله زي ما انتم شايفين هطلع لكم منها ان شاء الله 11 طبقه. طبعا انا زعلانه جدا ان الفيديوهات اللي فاتت طبعا انتوا طالبين مني اعمل لكم بالسبونج البيتي، وانا اساسا مش شغاله اوردرات بالسبونج البيتي، ومع ذلك الفيديو واقع خالص وما جابش مشاهدات والحمد لله، وما جابش كمان ما فيش لايكات عليه يعني تنفع. فيا ريت يا جماعه اللي يعني اللايك يا جماعه هو اللي الدعم بالنسبه لي، هو اللي بيفرحني، والتعليق مجرد ما بتشوف الفيديو يا ريت يا ريت بس تسيبي لي تعليق في الكومنتات. ان شاء الله النهارده طالعه لكم من الكيكه صفيحه السمنه المربعه دي بالسبونج البيتي او بالدقيق البيتي 11 طبقه. عملت منها تورته عيد ميلاد ابني عبيده، كل سنه وانت طيب يا عبيده، تورته مقاس 30 في 30، وعملت منها كمان دستة جاتوه حجم جامبو زي ما انتم شايفين. طبعا اقول لك التركات هتقولي لي ازاي. طبعا عملت التورته الصفيحه مقاسها 20 في 20، وازاي التورته طلعت 30 في 30. هقول لك كل التركات، وزي ما قلت لك قبل كده ان ممكن تقدري تطلعي منها كمان جميع مقاسات التورت 20 في 30، 30 في 40، 30 في 30، كل المقاسات. اي مقاس انت حابه تعرفيه، ولو عندك اي مقاس لعلبه سمنه او صفيحه سمنه سيبي لي في التعليقات وانا اقول لك المقادير المظبوط لها هي ايه. يلا بينا قبل ما نبدا في الوصفه والمقادير هنسمي ونصلي على الرسول ونقول بسم الله. معانا هنا مبدئيا ادي الصفيحه يا جماعه. الصفيحه هي زي المرايه من جوه. الناس اللي بتقول الصفيحه مش صحيه، الصفيحه زي المرايه يا جماعه، ومسحتها بالمنديل زي الفل. ودي الخامس مره والله العظيم، الصفيحه دي الخامس مره انا عملت فيها. دخلتها الفرن الخامس مره عملت فيها الكيك، ومع ذلك ما اتحرقتش زي ما انتم شايفين وصحيه جدا. طبعا هنا الصفيحه انا بشرح لك بقول لك الصفيحه دي يا جماعه مقاس 20 في 20 والارتفاع بتاعها 21. الصفحه دي اللي هي بتاخد 5 كيلو سمنه، تقدري تقصيها من 4 زوايا وتطبقي الاطراف لجوه وتقسميها وتكون اصغر من كده وتقسمي فيها نص المقدار. هنبدا بقى في المقادير هنا ونبدا نشرح معاكم في الفيديو. معايا هنا 440 جرام دي متعدد الاستخدامات، معايا 350 جرام سكر حبيبات، معايا هنا 75 جرام نشا، معايا 90 جرام محسن جل، معايا 16 جرام بيكنج باودر، معايا ذره فانيليا وذره ملح، معايا هنا كمان 9 بيضات، ومعايا 130 ميه متلجه من الفريزر. تمام، ميه متلجه فيها مكعبات تلج. مبدئيا دخلت جميع المواد الجافه فوق بعض اللي هو الدقيق والنشا والبيكنج باودر، وبعد ما دخلتهم حطيت عليهم السكر وقلبتهم بالشكل ده، وحطيت عليهم الفانيليا والملح. تمام، بعد ما قلبناهم في بعض لازم تقلبوا كويس جدا. بعد كده هنكسر التسع بيضات. طب يا رشا لو انا حابه ان انا اعمل نص المقدار بس وهطبق الصفيحه او هقسمها من النص واعمل نص المقدار، هقسم ازاي بيضه؟ لا اعملي يا حبيبتي 5 بيضات، والله مش هتروحي البحر ولا يجرى اي حاجه خالص. على فكره يا جماعه الصفيحه دي زي ما قلت لك برده، الصفيحه دي اللي هي 5 كيلو ان شاء الله جاري البحث عن الصفيحه ال 11 كيلو، واعمل لكم برده الصفيحه ال 11 كيلو، كل حاجه ان شاء الله تتعمل. حطيت هنا الميه المتلجه 130 جرام من الميه المتلجه اللي هي فيها مكعبات تلج زي ما قلت لك، اكيد واضح تحت الكاميرا. وحطيت كمان كل المقادير على بعض وضربتهم في العجان. اول حاجه حطهم على سرعه هاديه جدا، هتشوف دلوقتي شكلها عامل ازاي، وبعد كده هعلي السرعه. شايفين لسه الخليط اهو على اول سرعه، اول دقيقتين لونه اصفر والخليط لسه سايل. هتشوف دلوقتي شكل الخليط بقى عامل ازاي. جبت هنا كده بالفرشه معلقه سمنه يا دوبك، بس الفرشه عملت فيها سمنه، وبدات اعمل بقى الجوانب بالصفيحه علشان بس ورقه الزبده تلزق فيها ما تتحركش، مش اكتر من كده. وبرضه هتشوفي برضه ان انا بعمل في جوانب الصفيحه كده سمنه. ومره عملت برضه قبل كده خليط من خليط الكيك، والصفيحه يا جماعه ما اتحرقتش والله العظيم ولا جرى لها اي حاجه. مش عارفه الناس مصعبه الدنيا ليه. جبت ورقه زبده بالشكل ده، طبعا كنت انا قصاها ومظبطه الدنيا وحطيتها بالشكل ده زي ما قلت لك. لو تقدري لو حابه مش حابه تعملي كل المقدار ده وتقسمي نص المقدار وتقسمي الصفيحه كده من النص، او تيجي من 4 زوايا وتقسميها وتطبقها لجوه، مفيش فيها اي مشكله خالص. ان شاء الله برضه هسيب لكم في صندوق الوصف لينك الفيديوهات اللي هي بتاعت الكيكه بالسبونج جاز وكل التورت اللي فاتت، ان شاء الله هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك.
الخليط بيتضرب لمده يا جماعه من 5 ل7 دقائق. لو انت شغاله بالعجان، لو انت شغاله بالمضرب، من 7 ل10 دقايق. شايفين الخليط بقى ما شاء الله اللهم بارك، ملع البولت العجاني ازاي، الخليط تقيل، بقلبه في المعلقه يمين وشمال زي قوام الكريم شانتيه بالظبط كده. يبقى مقاديرك صح وسليمه ومظبوطه وكده. الاسبونج بتاعي اصبح اكنه بالظبط سبونج جاهز. زي ما قلت لك، لو انت حابه احول لك الاسبونج او الدقيق البيتي الاسبونج جاهز، سيبي لي ان شاء الله في التعليقات، واعملي كده لايك على الفيديو، وان شاء الله سيبي لي تعليق كويس منك، وانا ان شاء الله انزلها لكم في الفتره اللي جايه. خلاص حطيت كده الخليط بالشكل ده. اول تريكه احنا عملناها اللي هو الميه المتلجه. طبعا كل التريكات اللي انا بعملها في الاسبونج ده يا جماعه انا بستخدمها في كل الاسبونجات بتاعتي، كان جاز او ان كان بيتي. يعني الميه المتلجه في كل الاسبونجات هتلاقيها. جبت هنا خله وبدات امشيها كده في الخليط. هتقفل معايا مسام الكيك، هتخلي مسام الكيك معايا ضيقه جدا. وبعد كده هخبط الصفيحه خبطتين بالشكل ده. وبعد كده هجيب ورقه فويل او ورقه زبده، بس انا ارجح ان يكون ورقه فويل عشان ما تتحرقش في الفرن، واحطها بالشكل ده. لان بالنسبه لي انا ورقه الزبده مش هتنفع، لان انا بشغل الفرن من فوق ومن تحت. لو انت طبعا هنا طبعا الفرن سابق التسخين على حراره زي ما قلت لك من 190 ل 180. لما احط الصفيحه في الفرن بتبقى الحراره على 180. ادي يا جماعه الفرن بتاعي اهو. ادي الحراره هنا هي على 100، كنت عاملاها على 190، هنزلها كده على 180 لما تحط فيها الصفيحه. تمام. بعد تمام السوا بعد 45 دقيقه، بتفتحش الفرن قبل 45 دقيقه. هنا المروحه شغاله اهي زي ما انتم شايفين. طبعا كانت بسنت اللي كانت بتصورني. هنا فوق مشغله الشوايه مع الفرن. اهم حاجه تفتحيش الفرن قبل 3/4 ساعه. شغاله في الفرن الكهرباء، بتشغلي الشوايه مع الفرن من تحت. انا حاطه الصاجه اللي حاطه الصفيحه على اول شبكه زي ما انتم شايفين، ما حطيتهاش على صاجه ولا على صينيه، لان حبيت ان انا اعرضها لجميع عوامل الفشل. طب الحمد لله ما فشلتش، عشان لو حصل اي دروبات مع اي حد اختبرتها. شايفين اهيت زي الفل. بعد 3/4 ساعه تختبريها لقيتها طالعه كويسه جدا. سيبيها كمان 7 دقايق، مش هيجرى اي حاجه، بس هدي الحراره على 170. ركزي بعد خلاص الكيك ما يستوي عشان ما يهبطش معاكي بعد ما يطلع من الفرن، تهدي الحراره على 170. انا هنا شايفين حاططها على اول رف، يعني على اول رف من غير اي حاجه تحتها خالص. ممكن تحط صاجه او صينيه. انا كنت معليه على الحراره وحطها. طبعا مشغله الشوايه. انت لو شغاله في الفرن البوتاجاز العادي مش هتشغلي الشوايه. انا مش محتاجه ان انا الون سطح الكيك من فوق. هتحطيها برضو على نفس درجه الحراره، برضو على الرف اللي في النص، ومش هتشغلي الشوايه عليها خالص. وهتغطيها برضو بكل التريكات وكل التفاصيل. طبعا اي تفاصيل سيبي لي في التعليقات وانا ان شاء الله اقولها لك. شايفين اختبرتها، الكيك ما شاء الله مرتفع. اللي طبعا اللي كان متابعني قبل كده وشاف السبونج الجاز نفس ارتفاع الكيكه، بسم الله اللهم بارك، وشكلها بالظبط، لولا ان الديكوريشن متغير والنظام متغير عندي، ولبست كمان لبس مختلف عشان ما حدش فكر ده نفس الكيكه. وسبحان الله طلعت معايا 11 طبقه. يعني كنت انا عامله حسابي تطلع 10 طبقات، وقلت يا جماعه اللي هيشوف بقى يفكر ده نفس الكيكه وهي بالسبونج الجاز والكلام ده. بس سبحان الله طلعت معايا 10 طبقه 11 طبقه، علشان يعني وبتغير في حاجات كتيره عشان ما حدش يفكر ده نفس الفيديو بعيده تاني. الحمد لله في ثقه وفي صدق وفي امانه. كده خلاص طلعتها يا جماعه، طلعت بكل سهوله من الصفيحه. شايفين ادى الكيكه لونها اكنها بالظبط، يعني ما شاء الله قال الجبنه رومي. نفس القبه بعد ما باتت لتاني يوم. يعني بيتها تاني يوم ودخلتها التلاجة كمان على فكرة. بعد ما بردت دخلتها التلاجة. نفس الكيكة بالظبط. تفكري ده هي ما اكنها ما دخل، يعني اكنها ما بردتش بنفس القوام، ولا كرمشت ولا هبطت ولا جرى لها اي حاجه. ارتفاع الكيكه كده من 15 ل 17 سم. ما شاء الله اللهم بارك. زي ما قلت لك ارتفاع الصفيحه 21 سنتي. يعني الموضوع سهل يا جماعه، انتوا بس مصعبين الدنيا. انا هنا قلبت، هبدا بقى جبت السكينه وقلبت الكيك كده. دي ارضيه الكيك زي ما قلت لك. انا قعدتها، نسيت اقول لكم، انا قعدت الكيكه دي يا جماعه ربع ساعه زياده علشان تتحرق معايا وما اتحرقتش. والله العظيم انا قعدتها ربع ساعه زياده. بس انت بقول لك انت بس بكفايه عليكي 7 دقائق بعد ما تتاكدي من السوى. لو اتاكد بعد تاكيد من السوى تمام. والحمد لله الطبقه اللي في الاخير دي في الارضيه دي مش محروقه ولا حاجه، ده طريه جدا. ولو انت حطيتي كمان تحتها صينيه او صاجه برضو هتبقى احلى بكتير. بس انا زي ما قلت لك حبيت اعرضها لجميع عوامل الفشل، والحمد لله ما فشلتش. هنا طبعا جيت اقسمها بالمنشار، ما ينفعش عشان هي مرتفعه عن المنشار، فقسمتها نصين بالطرنشه او بالسكينه. وبعد كده ظبطت المنشار عندي على رقم 9. بدات اقطع الكيك زي ما انتم شايفين. كيك طري جدا. هتلاحظوا وانا شغاله دلوقتي ده مش هسقي الكيك خالص. التورته دي والله العظيم يا جماعه بامانه انا سبتها في التلاجة كل يوم ناكل منها
جزء هنا طبعا انا مش بحتفل باعياد ميلاد، انا عملتها كده عشان خاطر اعرفك ان انت تقدري تعملي ازاي من صفحه السمنه عيد ميلاد، من جاتوه او من تورته باي مقاس انت عايزاه. ولكن ان انا كل يوم بقى اقطع منها كده جزء للولاد. قعدت 5 ايام بامانه والله، قعدت 5 ايام وكيكه مش ناشفه ولا جرى لها اي حاجه خالص. يعني وعشان كده هتشوفوا دلوقتي ان انا ما سقتش الكيك. تمام، خلاص كده شايفين القبه اهي كمان يا جماعه، ما هبطتش ولا كرمشت. مسام الكيك ضيقه جدا، كيك ما شاء الله اللهم بارك، 11 طبقه، 11 طبقه مظبوطين خالص. يعني ما شاء الله اللهم بارك. انا جمعتهم كده على بعض عشان خاطر كانت الكاميرا تجيبهم. كل حاجه واضحه قدامكم تحت الكاميرا زي ما قلت لكم. اي استفسار سيبوا لي في التعليقات ان شاء الله، وانا ان شاء الله ارد عليكم. كنت هقول لكم ايه تاني وانا نسيت. لو انت بقى وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، يا ريت تعملي لايك وتشيري كده لينك الفيديو لاصحابك وللناس علشان الفكره توصل لكل. ولو انت لسه ما فعلتيش الجرس على كلمه الكل يا ريت تفعليها علشان تكوني اول واحده بتشوفي الفيديوهات لما تنزل. كده خلاص بعد ما قطعت 11 طبقه هبدا اشتغل في الكريم شانتيه. معايا هنا 750 جرام كريم شانتيه خام بدون سكر، ومعايا 200 جرام سكر حبيبات، ومعايا 70 جرام حليب بودر على باستر كريم، ومعايا في العلبه دي يا جماعه ميه متلجه من الفريزر كان فيها مكعبات. اليوم ده كان حر جدا جدا بس بامانه يعني. حطيت انا شايفين قطع تلج بس هتلاقي المقدار اخد معايا من 4 ل 5 كوبايات ميه. طبعا زي ما قلت لك انت هتضيف الميه بالتدريج حسب حسب قوام الكريمه قدامك او نوع الكريمه بتاعتك. طبعا انا عشان حاطه حليب بودر على وبستر كريم ممكن احتاج ميه ازيد منك، فانت لازم تشوفي قوام الكريمه بالنسبه لك. تمام، جبت هنا البورد بتاعي يا جماعه مقاسه 32 في 32، حطيت عليه اول طبق بالشكل ده، وجبت 3 طبقات من الكيك وبدات اساوي الاربع اطراف بتاعته. شلت الجزء الاحمر وقسمتهم من النص. 3 طبقات دول هقول لك هنعمل بهم ايه دلوقتي. تمام، وبعد كده جبت 3 طبقات تانيين برضو شلت الاربع اطراف بتاعتهم عشان هنبدا نشتغل. ركزي بقى معايا بقى كده وصلي على النبي كده بقى وركزي معايا في النقطه دي. ده البورد يا جماعه. هجيب اول طبقه هتعملي ازاي بقى تورته 30 في 30 مع ان الكيك مقاسه 20 في 20. حطيت انا اهم حاجه ثبت الكيك كده كريم شانتيه على البورد. حطيت اول طبقه اللي هي مقاسها 20 في 20، وبعد كده حطيت طبقتين اللي انا قسمهم نصين، واحده بالطول واحده بالعرض. وجبت بقى كده طبقه وقسمتها 4 تربع واخدت ربع منها وحطيته بالشكل ده. ركزي بقى وشوفي بقى طلعت معاكي تورته 30 في 30 ولا لا يا جميل؟ طلعت. يعني اقدر اطلع 30 في 40 واقدر اطلع 20 في 30. بصي يا جماعه اللي له عين وراس يعمل اعمال الناس. ركزي ومش لازم يعني ان انت تمشي على فكره معينه، لا، حاولي جربي واعملي كل حاجه وشغلي دماغك وكل حاجه ان شاء الله هتظبط معاكي. خلاص كده حطيت اول حاجه حطيتها على الكيك. انا بحب طبعا احط على الكيك على طول مباشره اي صوصات او اي اطعمه. فحطيت جولو مانجا بما انها زين التورته بالمانجا، فحطيت جولو مانجا. وبعد كده حطيت طبقه الكريم شانتيه. حابه تحشي بقى مكسرات صوصات براحتك، بس صراحه ولادي بيحبوا المانجا فعشان كده قلت ازين التورته بالمانجا. تمام، طبعا انا كان الاستاذ عبيده كان طالب مني تورته بابجي وقاعد لسه دلوقتي انا بسجل بقول لك هتعملي تورته بابجي امتى عشان هو حابب بابجي. انا قصدت ان انا اعمل لكم التورته بالشوجر شيت عشان اعرفك لو انت ست بيت وعندك عيد ميلاد يعني هتقدري من صباعة السمنه تعملي كل اي مقاس انت عايزاه. هتقدري تشكلي تعملي تورته ودسه الجاتوه او تورتتين ودسه الجاتوه او تعملي تورته كبيره. يعني الموضوع يعني موفر جدا جدا وقت ومجهود وفلوس وكل حاجه. يعني خدي بالك وانا برص طبقات الكيك بتعكسي. يعني انا رصيت المره دي مثلا طبقه الكيك اللي هي السليمه 20 في 20 في الناحيه اليمين، تاني مره هتغيري البورد تعمليها في الناحيه الشمال. طبعا كل ده انا قايلاه في التفسير في الفيديو اللي فات. يعني هقول لك ايه، ما تحطوش مثلا الجزء اللي هو 10 في 20 فوق بعض كلهم، لا تعكسي تلف البورد وتاني مره تحطي دي مكان دي ودي مكان دي. يا رب تكون المعلومه واصله لكم. هنا بقى انا بحب طبعا عشان المبتدئين حبيت في كل فيديو بقول لهم تجلسي على مرتين. حطيت هنا اول طبقه كده طبقه خفيفه من الكريم شانتيه. طبعا قبل ما احط طبقه الكريم شانتيه كان واضح قدامكم طبعا ان انا سويت الاربع اطراف. لازم اي تورته مربعه او اي تورته مستطيله تساوي الاربع اطراف بتاعتهم بعكس التورته المدوره. تمام، حطيت طبقه بسيطه جدا من الكريم شانتيه وبعد كده ادخلها التلاجة او الفريزر لمده نص ساعه
تتماسك كده والكريمه تتماسك وتبقى زي الفل. وبعد كده هنبدا نرجع هنحط الطبقه التانية من الكريمه. وده يا جماعه الطريقه دي السليمه للمبتدئين او لست بيت. نبدا بقى نشتغل في اللي لسه معانا 4 طبقات، هنشوف نعمل بهم ايه. بدات اشيل 4 الاطراف اللي هو لونهم احمر ده. وبعد كده جبت البورد ده يا جماعه، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، لو انا نسيت سيبوا لي في التعليقات. البورد ده بعمله كده للجاتوه. الفيديو انا منزلاه على القناه لان كتير كان سالنا عليه. جبت كده طبقتين من الكيك وحطيتهم جنب بعض بالظبط، وحطيت برده جيلو مانجا، وحطيت هنا طبقه من الكريم شانتيه. طبعا يا دوب التورته اخدت 750 جرام كريمه. انت طبعا ممكن تاخد معاكي اقل من كده، في ناس بتخفف الكريمه، انا بحب يا جماعه اتقل الكريمه. انا حتى لو التورته مش خارجه من البيت انا بحب اتقل الكريمه دي، تكون ضامنه ان الكريمه تكون كويسه. زي ما قلت لك شايفين انا ما سقتش الكيك لا في التورته ولا في الجاتوه، دليل ان الكيك يعني ما شاء الله طري. وبكفايه يا جماعه ان الكيك يشرب من السوائل من الكريم شانتيه. تمام. حطيت الطبقه الثانيه زي ما انتم شايفين برضو طبقتين فوق بعض، الكيك بقى متماسك في بعض. لما تقطع الجاتوه مش هيبان انه كانوا قطع جنب بعض. يعني هنا الجاتوه عملته من صفيحه السمنه ب4 طبقات، بس الجاتوه هيطلع حجم جنبه. هنا كده بقى طبقتين فوق بعض، يعني بالظبط زي فكره لما انا عملت الجاتوه من صاج 40 في 40، كنت قسماه نصين وحطيتهم فوق بعض بالظبط زي ما انت شايفه. جبت بقى بعد ما ظبطت الوش، جبت المشط اللوس اللون الرفيع ده وبدات اعمل خطوط بالشكل ده كتغيير. تمام. خلاص كده دخلت. لازم الجاتوه يا جماعه يقعد مش اقل من 3 4 ساعات في الفريزر، بس انا بالنسبه لي ما عادش اكتر من ساعه عشان كنت عايزه اخلص الفيديو. ودخلتها في الفريزر على ما اكمل التورته. جبت انا بقى التورته وبدات اضرب الكريمه تاني. بدات ان انا امشي بالكريمه حوالين التورته بكيس الحلواني، وامشي كده بالسباتولا. طبعا انت التزيين بقى بتاعك، انا بديلك فكره، بديك مجرد فكره، وحابه تغيري بقى انت في الفينش براحتك. تعملي التورته دي تكون كلها بالفاكهه، بالشوكولاته، بالجناش، نص فاكهه ونص شوكولاته. يعني انا بديك بس مجرد فكره مش اكتر من كده، علشان اعرفك ان الصفيحه دي موفره جدا يا جماعه. الناس اللي بيقولوا مش صحيه، لا الصفيحه يا جماعه صحيه. انا اولا حاطه ورقه زبده، ثانيا الصفيحه دي بتتعرض يعني ما شاء الله، وهي فيها السمنه بتتحط على درجه الغليان. تاني حاجه العازل ورقه الزبده. تالت حاجه لما مسحتها المنديل طالع نظيف. رابع حاجه انت لو يحل للاكل والصواني بتاعتنا وصواني الكيك، لو جبتي اي منديل مطبخ ومسحتي بتطلع طبقه زراء، وكلنا شغالين. انا مش باكل في بايركس ولا في حلال ازاز ولا صيني ولا الكلام ده، والله العظيم انا باكل في اواني المونيا زي اي حد، زي اقل الناس. تمام. عشان الناس اللي بيقولوا لا الصفاحه مش صحيه. طب تعالي انت وجبت القالب اللي هو بتاع الكيك مقاسه 20 في 20 او 25 في 25 ب 240 و250 جنيه، وهتبص تلاقيه من نفس نوع الصاج، لا ارضى من الصاج ده على فكره، الصاج اللي بيطلع طبقه زراء. تمام. وفي نفس الحكايه برضو غالي، وهيطلع لك تورته واحده. يعني الموضوع موفر جدا 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 يا جماعه. تمام. دخلت التورته اهم حاجه تدخل في الفريزر لمده ساعه، طلعتها بعد كده عشان احط عليها الصوره. لازم تدخل مش اقل من ساعه في الفريزر يا جماعه. لو هتشتغل الشغل ده على بات، كل ده خليه على بات في الثلاجه مفيش اي مشكله. هنا بقى كنت بقص الصوره شوجر شيت عشان اشوف مقاسها على التورته بالظبط. شلت الجزء اللي فيها اللي هو الابيض. تمام. جبت هنا بقى نوتيلا سحتها الحمام بخار بدون اي اضافات. حابه تحطي شوكولاته بيضه خام، انا برجح تكون اللي تحت الصوره يكون حاجه بيضه، يا شوكولاته يا نوتيلا. تمام. بس كل حاجه تكون بدون اي اضافات، ان كانت شوكولاته البيضه تكون بدون اضافات، وان كانت النوتيلا تكون برده بدون اضافات. لازم بعد ما نحطها كده على التورته ونقيس المقاس ونشوف خلاص كده المقاس بتاعتها مع الصوره مظبوط، لازم نسيبها لحد ما تتشمع وتتماسك. لو انت خايفه من الصوره قوي بلاش تبعدي عن النوتيلا واشتغلي بالشوكولاته البيضه. تمام. جبت انا بقى يا جماعه بقى سبتها كده في جنب، علشان لازم قبل ما احط الصوره نتاكد ان النوتيلا او ان كانت شوكولاته خلاص بقت متماسكه جدا، علشان الصوره ما تبصش معايا. انا هنا طلبت الصوره مقاسها 20 في 20 علشان التورته مقاسها 30 في 30. طبعا لو انت مش هتحطي فاكهه حوالين الصوره هتكبري حجم الصوره وتخليها 25 في 25، ده براحتك انت. تمام. جبت انا بقى منجايه كده بقى كبيره ما شاء الله، قشرتها بالمقشره بتاع البطاطس، طبعا مخصصاها بس عندي الفاكهه. وبدات اقطع شرايح كده، شايفين ما شاء الله. انا مش سريعه كده في تقطيع الفاكهه يا جماعه، لا انا بقطع على مهلي، بس انا طبعا مسرعه الفيديو عشان ما اطولش عليكم. شرايح الفاكهه ما شاء الله لازم تكون رفيعه، بتخلي شكل جميل حلو.
زي ما قلت لك انا ماسكه السكينه بايدي اليمين وبقطع بايدي الشمال. يعني انا محدده سمك المانجا بايدي الشمال وبقطع بايدي السكينه بايدي اليمين. انا اسفه بقى اتلخبطت. حاطط كده الصوره خلاص بعد ما اتاكدت وحطيت ايدي على النوتيلا ولقيتها تماسكت مش بتلزق في ايدي. حطيت الصوره وبدات كده جبت تيب صغير. طبعا اي شكل تيب انت حباه بس انا دي تيب الورد الصغير. وبدات ان انا امشي كده حوالين الصوره بالشكل ده. بعد كده جبت انا شرايح المانجا وبدات ان انا ارصها كده فوق بعض. طريقه الرص السليمه يا جماعه ان انت تحطي يعني كل مانجا راكبه فوق المانجا فوق الشريحه اللي قبلها بالظبط. يعني كل شريحه فوق الربع الاخير للشريحه اللي قبلها. حابه تظبطي اي حاجه في المانجا او اي فاكهه انت بترصيها. ممكن بخله او بسن سكينه زي ما انت شايفه يعني مش بايدك ولا تشيلي الحاجه من مكانها ما تشيلهاش تزقيها يمين وشمال بالسكينه او بسن السكينه او بالخله. طبعا انا ما لقيتش متاح عندي يعني فاكهه غير المانجا. انت حابه بقى تحطي اي فاكهه كيوي برقوق. لفيت صراحه على برقوق كان نفسي احط برقوق وكيوي. تفاح براحتك انت. بس المكان اللي انا فيه صراحه مش متاح فيه الحاجه دي طازه كل يوم. حطيت كمان طبقه تانية من المانجا جنبها كده. بس صراحه ولادي بيحبوا تورته المانجا يا جماعه مع تورته الفانيليا مع المانجا. بجد جميله جدا جدا صراحه يعني. التورته دي كنت عاملاها في اليوم اللي حصل فيه الفضانات. عن يعني اللي عند اخواتنا في ليبيا صراحه وكان ليش مزاج للشغل خالص لولا اني كنت عامله الكيكه وعاملاها قبلها بيوم. كنت شغاله والله العظيم وانا مزاجي وحش جدا. وكمان كان يومها الغاز اللي كان منتشر في الجو وانا عندي حساسيه اساسا على صدري. كنت شغاله وانا تعبانه جدا جدا. فيا ريت يا جماعه انا تعبت والله في الفيديو. يا ريت ما توقعوهوش وتدخلوا تاخدوا المقادير وبس. يا ريت كده اللايك على الفيديو لو انت لسه ما حطيتش اللايك على الفيديو. يا ريت دعوه منك كده ليا ولاولادي بصالح الاعمال وبصالح الاحوال. المهم هنا كده عشان اكمل لكم الفيديو بقى. جبت كده كريز احمر وحطيته بالشكل ده. حوالين كسر اللون يعني لون التيشيرت بتاع عبيده الجميل العسل ده. التيشيرت بتاعه كان لونه احمر فلون اصفر مع الاحمر مع المانجا مع الكريز انت شكل جميل جدا اللهم بارك. شايفين انا سايبكم على فكره في اخر الفيديو مقطع لعباده وهو بيقطع في التورته. شايفين التورته جميله جدا وارتفاعها جميل زي ما قلت لكم. قفلتها من تحت بنفس التيب اللي انا اشتغلت بيه كده. خلاص هدخلها التلاجة على ما تجيبي الجاتوه من الفريزر. كان المفروض الجاتوه يقعد 3 4 ساعات بس انا طبعا عشان اخلص الفيديو طلعته ومع ذلك هيظبط ويبقى كمان جميل ومفيش فيه اي مشكله. اللي حطيته على وش الجاتوه ده يا جماعه الراعي الرسمي لي انا بالنسبه لي هو جول الشفاف الا على البارد. لازم احط جول شفاف على البارد وفردته على وش الكريمه بالشكل ده او على وش الجاتوه. لازم النقطه المهمه بقى تقطعي تساوي الاربع اطراف. شايفين الدور الاحمر اللي موجود ده حاطه فيه السكينه في ميه بتغلي او تعملي او على البوتاجاز. لازم تساوي الاربع اطراف مظبوط جدا. وبعد كده مسحت البورد بالشكل ده. لو انا نسيت احط لكم لينك البورد ده في صندوق الوصف يا ريت تسيبوا لي في التعليقات عشان احطه. حددت كده بالنظر. حابه تقسمي بقى بالمسطره براحتك بس بما انها كانت للبيت فحددت كده بالنظر. ولازم بين كل تقطيعه والتانيه السكينه تنزلها في الميه وتمسحيها فوطه جنب فوطه اهي يا جماعه مش عارفه واضحه قدامكم ولا لا. وانزلها في قلب انا شغاله بسكينتين مع بعض يعني واحده بتسخن في قلب الميه بتغلي على ما اكون قطعت المره التانيه. بين كل مره والتانيه زي ما قلت لك تحط السكينه في الميه وتطلعي من الميه تمسحيها وهكذا كل مره. تمام قطعتي 4 بالطول و3 بالعرض طلع معايا دستة الجاتوه زي ما انتم شايفين. عملت روزتين بالشكل ده على شكل قلب من نفس التيب اللي انا عملته. وحطيت كريزايه حمرا شايفين لمعه الجلو الشفاف وشايفين الشكل الجاتوه سيمبل وجميل. ولادي مش بتحب الصوصات فانا عملتها بالشكل ده. طبعا ما كنتش عامله عيد ميلاد ولا حاجه يا جماعه حاجه كده للولاد بس مش اكتر. بس صراحه يعني طعمه جميل جدا وكمان محشي كمان مانجا. اللون الاحمر برضو ماشي مع التورته يعني كل حاجه كده بتوفيق من ربنا. حجم الجاتوه بسم الله اللهم بارك. جميل جدا. جبت علبه تورته مقاسها 30 في 30. علبه جاتوه انا اسفه مقاس 30 في 30 وحطيت الورق بتاع الجاتوه بالشكل ده ورصيته بالشكل ده في العلبه. شايفين يا جماعه كده خلاص احنا وصلنا لاخر الفيديو. اي حد حابب اي استفسار يسيب لي في التعليقات وان شاء الله ارد عليكم. ان شاء الله اللي حابين اعمل لكم احول لكم دي البيت الاسبونج جاهز وتتعاملي معاه ازاي سيبوا لي برده في التعليقات. اللي عندها اي مقاس لاي صفيحه سمنه اي علبه سمنه اي علبه فول اي صفيحه باي الاحوال وحابه تعمل فيها كيك
تقول لي في التعليقات وانا اقول لها المقادير المظبوطه. طبعا عملت قبل كده على القناه برضو صفحه السمنه المدوره بالاسبونج البيتي والاسبونج الجاهز بجميع مقاساتها، للي مش واخدين بالكم هتلاقيها تنزل لكم دلوقتي في نهايه الفيديو. تمام. شايفين حطيت خلاص التورته في العلبه، العلبه كانت مقاسها 30 في 40، العلبه كانت مقاسها 40 في 40. وحطيت الجاتوه زي ما انتم شايفين عبيد الجميل. ادعوا له بقى يا جماعه، وادعوا لي في التعليقات. وده مقطع من الفيديو هو بيقطع في التورته. وكده خلاص يا حبايبي، اختراع النهارده خلص. يا رب يكون عجبكم، يا رب كنت طولت عليكم. وهي اكيد طبعا انا طولت طبعا. ويا ريت لو عجبكم ما تنسوش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد اول باول. ان شاء الله انتظروني في فيديو جديد بوصفه جديده وباختراع جديد من اختراعات رشا النشاوي. استودعكم عند الله تدعي عنده ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.